هجوم روكي عليا في تاني سيشن ما كانش مفاجئني، عشان قلت لصاحبته من البدايه الكلب ده عنده الغرايز بتاعه الحراسه، او ان الكلب يبتدي انه يفرض سيطره موجوده بشكل كبير جدا. وزي ما انتم شايفين كده كان بيهاجمني مهاجمه عنيفه ونتشني بالفعل كام مره، بس انا كنت لازم ابتدي ان انا افرض سيطره عليه وما تهزش اطلاقا. وعشان كده ابتديت ان انا امسكه، وبعد كده ابتديت ادي كوريكشن على الموضوع ده وافهمه ان انا مش خايف منك وسيطرت عليه. المهم هي في الموضوع ده يا جماعه ان انا اللي انا عملته ده، لو الكلب جه يعمل كده معاك دي الحاله الوحيده انت لازم تاخد اكشن فيها. بعد كده لما انا ابتديت اعترضت على الموضوع ابتديت اخرج الطاقه بالموضوع ده. وانتوا طبعا عارفين ان غريزه الصيد يا جماعه عند الكلاب اغلبيتها بتبقى شغاله، عشان كده ابتديت ان انا اخرج الموضوع. وبعد ما الكلب هدي كنت عارف كمان ان عنده مشكله مع القطط، خليتهم جابوا القطه وابتديت ادي كوريكشن على الموضوع ده لحد ما الكلب ابتدى ان هو يقف تماما وما بقاش بيعمل اي مشكله. واول لما ابتدى خلاص عمل ثبات انفعالي على القطه، خلاص ابتديت ان انا اديله بريك شويه عشان كابتن عمار كان هيكمل معايا. تعالوا اسمعوا المعلومه وبعد كده نشوف كابتن عمار عمل ايه. اللي انتوا شفتوه ده كلب لسه 6 شهور. ما بالك ان الكلب ال6 شهور ده ممكن يكون بيعمل رد الفعل ده مع صاحبه، فصاحبه ممكن يخاف او يقلق منه. بنوصل لمراحل ان احنا ممكن نلاقي صاحب الكلب يبقى معضوض، وده بقى منتوش اخر يعني بقى وده بقى منتشر اخر فتره بسبب الناس ان هي ما عندهاش خبره تجيب كلب شخصيته قويه زي الكلب ده. اضافه ان الكلب ده اتعرض لكذا مدرب. الكلب لما بيبقى متعرض لكذا مدرب ويكون اتعامل كمان بطريقه غلط بيكون اكتسب اكسبيرينس او بيكتسب خبرات ممكن يبني عليها حاجات بعد كده من خبراته هو، يعني يتعامل بشكل معين او بتعنيف او ايا كان الشغل اللي هو كان بيتعامل بيه، فيبتدي ان هو يشغل دماغه على صاحبه. اضافه ان صاحبه ما عندوش خبره فيعمل كفر للشغل اللي هو خده ده. فلما تيجي تتعامل معاه تلاقي الكلب فيه شويه عقد نفسيه. انا اشتغلت معاه ذكي وشاطر وبيعمل كل حاجه كويسه والله اكبر علينا بيه، ولكن اما انا ابتديت ان انا اضغط عليه شويه ابتدى ان يبين لي اسنانه زي ما انتم شفتوا كده، هددني بالعض وخبطني باسنانه، بس انا ما تراجعتش وكملت عليه وشديت عليه. فهمت ان انا لا الحاجه دي بتضايقني، قمت مدي كوركشن ما بين منطقه البطن والفك، اديت كوركشن بالليش. عشان كده الكلب ابتدى ان هو فاهم ان لا انا ليا حدود، بسمع الكلام بتبقى كويس ولطيف معايا. فكرت ان انا اتخطى حدودي لازم يبقى رد فعل، هزعق يبقى هوتره، ممكن بدل الهجوم اللي هو كان بيعمله او التيست اللي بيعمله اتعض بجد واتعور بجد. عشان كده دايما بقول للناس تشوفوني شفت وتجمد وتقول جمدت ويلا بينا. الكلب ده هيشتغل النهارده مع كابتن عمار وعايز تسقيفه جامده جدا جدا جدا، واتفرجوا على الفيديو بتاعه. طبعا كابتن عمار انتوا عارفين ان هو كان متدرب من فتره قصيره، عشان كده ابتديت ان انا انزله شغل وابتدي اخليه يشتغل قدامي. بسم الله ما شاء الله عليه ابتدى يستخدم مع الكلب الفولو توي. والفولو توي ده ان الكلب يبقى بيحب اللعبه ويعمل الاوردرات. وبعد كده قلت له كابتن عمار علم الكلب بعد ما يبتدي يمسك الحاجه يعمل ليف، بيبتدي ان هو يريح ايده واحده واحده لحد ما الكلب يسيب. وبالتالي شافوني شفنا ونجم دول جميلنا، واستنانا في حلقه جديده مع كلب جديد.